السلام عليكم الأصدقاء. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حمزة الحكواتي. وكيف العادة ديروا الكيد وطفيوا الضوء ويلا بينا نبداو. القصة ديالنا غتبدا من عند المغنية أسماء. هاد المغنية ماشي بزاف هادي باش دخلت المجال الغناء، ورغم أنها عندها صوت زوين ومطربة بمعنى الكلمة وعندها جميع الإمكانيات أنه تكون نجمة في المستقبل، إلا أنها اعتزلت في سن مبكرة، والسبب غنعرفوه في القصة. أسماء من عادتها أنها تاخد نهار الاثنين والثلاث إجازة، يعني ما كتخدمش فيه لا هي ولا الجروب ديالها، كيرتاحوا فيه وكيقضوا فيه أغراضهم الشخصية. حتى لواحد النهار كان الاثنين مع ديك 11 ديال الليل جاتها واحد المكالمة وجاوبت. هضرت معها واحد المرأة وقالت ليها: عافاك يا بنتي، إلا كان ممكن تجي عندنا غدا إن شاء الله، عندي عرس لبنتي وبغيتك انتي اللي تغني لينا فيه. وبطبيعة الحال قالت ليها أسماء: غدا الثلاث ما كنخدموش، وحتى ليكيب اللي كتخدم معايا ما مسالينش. وبدات ديك السيدة كتطلب وتزوج، وقالت ليها باللي عندها بنت وحدة وبغات تفرح بها، وما كرهتش تكون أسماء هي اللي منشطة داك العرس. والظاهر في صوت المرأة أنها كبيرة شوية في العمر، وبعد ما طلبات وزوجت أسماء حشمت منها وقالت ليها: صافي واخا، غدا إن شاء الله مع 9 الليل احنا معك، ورينا غير البلاصة بالضبط باش نجيو. السيدة فرحات بزاف وعجبها الحال ونعتت ليهم البلاصة بالضبط، وديك البلاصة أصلا معروفة وما فيهاش فين توضر حيت جات خارج المدينة. المهم أسماء بدات كتعيط على الجروب ديالها وكتحاول تقنعهم واحد بواحد باش يمشيو معاها لداك العرس. بعد ما وافقوا كاملين والصراحة غير داروا ليها خاطرها، الغد ليه بداو كيوجدوا راسهم، جمعوا الماتريال باش كيخدموا وتسناو حتى وصلت 9 ديال الليل وشدوا الطريق. وكانوا 7 الناس، 5 الدراري وجوج بنات. وصلوا لديك الدار اللي جات شوية معزولة، لقاو الضواو شاعلين والدنيا مزوقة والناس داخلين خارجين وكل شي في بلاصتو. هبطوا وهبطوا معاهم حوايجهم، وتلقات ليهم ديك السيدة اللي اتصلت بيهم وبدات كترحب بيهم: مرحبا بلاله أسماء. وأول ملاحظة لاحظوها هي ملي سلموا على السيدة كانت يديها قاسحة بزاف، وخصوصا البنات ملي سلموا معها الوجه حسوا براسهم بحال الا سلموا على الشوك. المهم دخلوا وكان كل شيء هو هذاك، الناس كيضحكوا وناشطين ولابسين مزيان، وراوهم البيت فين غادي يبدلوا ويوجدوا راسهم. وديك الساعة كان تما غير واحد العدد قليل ديال الناس. المهم دخلوا لداك البيت، والبنت اللي معها أسماء بدات كتوتر وحست بشي حاجة ماشي هي هذيك. حاولت تهدنها أسماء وتهدنهم كاملين وقالت ليهم باللي كل شي غادي يدوز مزيان إن شاء الله. من بعد خرجت من البيت وبدات كتدور في الدار وكتشوف الناس، وبان ليها واحد الدروج كيطلع للدار اللي الفوق، وقالت بلاتي نطلع الفوق الا كان شي بيت خاوي تما نعس فيه شويه قبل ما نبداو. وداكشي اللي دارت، طلعت مع الدروج وما حدا كتطلع وكيبان ليها غير الظلام. طلعت للدار اللي الفوق ولقات الدنيا تما مرونه ومكرفصه، تقول ما ساكنش فيها البشر، عامره بالغبره وفيها واحد الشرجم مهرس الجاج ديالو، والارض عامره بالزبل. لا يعقل ان البشر يكون ساكن هنا ومخليه بحال هكا. لقات واحد البيت تما مسدود، فاتو وتحل، بغات تشعل الضوء لكن ما كاينش. دخلات ولقات واحد الناموسية تما، ما شعرتش حتى طاحت فوق منها، غمضت عينيها ونعسات. لكن بدات كتحلم وكيجيوها هلاويس وكتسمع سميتها في كل مكان: أسماء أسماء. حتى ضربتها الفيقة، ناضت من بلاصتها وهي مهلوكة وعيانة، بغات تحل الباب لكن ما بغاش يتحل ليها. هنا
بدات السيدة كتوتر وتخلعات، بقات مضاربة مع الباب ما بغاش يتحل ليها. وهاد المرة كتسمع سميتها مباشرة حدا ودنيها: اسماء، اش كديري تما؟ رجعات جلسات في بلاصتها وتحل داك الباب بوحدو. هنا اسماء عرفت باللي هي في المكان الغلط. خرجت مع الباب بالزربة وهي كترعد، وهبطت عند الناس ولقات تما عامر لواحد الدرجة ما كتصورش. دخلت عند الفرقة ديالها، لقات ديك البنت كتبكي وسولتها مالها. قالت ليها باللي ملي طلعتي الفوق وتعطلتي علينا تبعتك نعيط عليك، ولقيت الدنيا تما مرونة ومظلمة، وكنسمع سميتي بحال الا كيعيط عليا شي حد. ملي كانت لفت كنلقى ورايا واحد دري صغير تابعني، والمشكلة انه ما عندوش الضل. ملي خفت وهبط اختفى وما هبطش معايا. قالت ليها اسماء: غير سكتي، شفت كتر من هادشي اللي شفتي، ولكن ما عندنا ما نديرو، غير صبري حتى ندوزو هاد الليلة على خير ونمشيو في حالنا. صبراتهم اسماء شوية ووجدوا راسهم وخرجوا وبداو كيغنيو للناس، وما حدهم كيغنيو والحرارة ديال ديك البلاصة كتزهد والناس كيتعرقوا وبداو كينوضوا واحد بواحد يشطحوا، لكن ماشي بحال الناس العاديين، كينقزوا بواحد الشكل هستيري وكيشوفوا في بعضياتهم بشي نظرات اللي كتخلي الانسان يترعد من الخوف. وما حدهم كيدخلوا في وسط الليل والقضيه كتحماض، ولاو كيشطحوا وكيخرجوا لسانهم وكيتحيروا. والأرعب من هذا كله انهم ولاو كيدويو بواحد اللغة ما فهمها حتى شي واحد. اسماء والفرقة ديالها ربي اللي عالم بيهم كيشوفوا العجب قدام عينيهم، لكن ما يقدروا يديروا والو، وما عليهم غير الصبر حتى تفوت هاد الليلة. وملي بدا كيقرب اذان الفجر بداو دوك الناس كيمشيو شوية بشوية، ونقص شوية داك الهرج اللي كان تما وتهدنوا، وحتى الفرقة ارتاحوا شوية حيت ما بقاش عليهم داك الضغط اللي كان عليهم من قبل. غير أذن المؤذن دوك الناس او بالاحرى دوك الجنون بداو كيمشيو واحد بواحد، ما جا فين يكمل الاذان حتى مشاو كاملين. جمعوا الدراري الماتريال ديالهم وعمروهم في الطونوبيل وركبوا وزادوا في حالهم وهما فرحانين وكيحمدوا الله ويشكروه حيت تفكوا من داك المشكل. يلا فاتوا ديك البلاصه بواحد شويه، تلفتوا موراهم لقاو كاع دوك الضواو اللي كانوا شاعلين تما طفاو، بحال الا ما كانش تما العرس وما كانش تما البشر اصلا، ولات بحال شي خربه صافي. تما تاكدوا مزيان باللي كانوا في عرس ديال الجن. يلا دازو شويه لقاو واحد السيد خارج من شي بلاصه تما بين دوك الديور وغادي للجامع يصلي الفجر. سولوه قالوا لي عافاك واش هاد الدار هادي ساكن فيها شي حد؟ ووراوه وشاروا ليه للدار اللي كانوا فيها. قال لهم لا، هذيك الدار مهجوره شحال هادي، وراه كيقولوا الناس باللي مسكونه، والله اعلم. وعلاش كتسولوا؟ قالوا ليه لا والو، غير سولناك وصافي، حيت واقيلا ودرنا الطريق. وزادوا في حالهم، وكانت هادي ذكرى متورخه في حياتهم كاملين وما عمرهم ينساوها. وهاد القصه حقيقيه وقعت لواحد المغنيه كويتيه سميتها نورة. قعت ليها بسنوات التسعينات من القرن اللي فات. بدلنا فقط الاسماء وبعض الامور البسيطه. حتى لهنا غتكون صلات القصه ديالنا اليوم. ما تنساوش تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه باش تشجعونا نستمروا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.